في بداية الفيديو أحب أوجه الشكر لقناة جان اتش، وإن شاء الله ما يكونش آخر تعاون ما بيننا. شكرا بجد. تعالوا أخدكم معايا في حصة من حصص الرسم. في أول اليوم بيكون الدنيا مرتبة، الألوان في مكانها، كل حاجة تمام. وإذ فجأة بدور وشي ألاقي الدنيا تضرب تقلب، كابين على نفسهم ألوان. واحنا صغيرين كان في بديهيات ان انا قبل ما اخد حاجه مش بتاعتي بستأذن الاول. بمجرد ما المدرسه بتلف ظهرها عشان تكتب اي حاجه على البورد، فده بمثابه تصريح للفساد في الارض. خبر، ده القلم الماركر الاسود عنده مشكله، تعالوا نشوف مشكلته ايه. لا يا استاذه، الشغلانه دي مش هتنفع معايا. كل شويه الطلبه يمسكوني ويكتبوا اسمائهم على الديسكات وعلى الحيطان وقلوب، واول ما اعمل حاجه مفيده اخلص. ينفع كده؟ يعني أول ما اشتغل الشغل اللي بجد أكون خلصان؟ دي ظاهرة عند الطلاب، ومش بتكلم عن الطلاب اللي سنهم صغير، لأ. إن أنا أمسك القلم الماركر مثلا، إن أنا أكتب اسمي، اسم صحابي، السنة، القلوب، إن أنا أشخبط على الحيطان، نوع من أنواع إن أنا مثلا عاوزة أثبت هويتي، أو تمرد، عناد، احتجاج عن الوضع اللي أنا فيه. أيا كان الأسباب، ولكن ده تصرف مش صح. لو بتعملي كده او بتعمل كده، او ايه رأيك في الموضوع؟ عاوزة رأيكم في الكومنتات. اللايك الجميل بتاعكم، ولو مش مشتركين في القناة نشترك عشان يوصل لنا كل جديد. سلام.